السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجال، هلا انتشر في اليوتيوب والفيسبوك ومواقع التواصل السوشيالي هذا ما اسمه ما السوشيال ميديا. هذا في هذا انتشر خبر ان واحد باع بنته ب200,000. باع بنته بنته باعها ب200,000. باع بنته ماذا باعها ب200,000؟ يعني بكم حسبت الكلى بكم حسبت الكلى لحالها ب5 مليون. بكم حسبت القفص الصدري؟ القفص الصدري بكم حسبته؟ القفص الصدري من شعوب تايوان بمليون وثمن. تايوان يكتسر وانت تتغدى، يقطع معك شهرين ويكتسر القفص الصدري. ها بكم حسبت البنكرياس؟ بكم حسبت البنكرياس؟ باعها بكم قلنا؟ ب100,000. انتشر خبر انه باعها ب100,000. طبعا انا اتواصلت مع مدير امن القاهره في بيروت. انا تواصلت مع ناس في يعني في المديريه حق تواصلت معاهم علشان اوصل لهذا الرجال ايش اتاكد هل هو صدق باع بنته ب100,000، علشان يعني نتلافى الموضوع، يعني ندي له بدل 100,000 مليون وبنته يعني في فاعل الخير دي رسول وزارته عندنا الحمد لله، واحنا نديها للناس انا معسرين دقيقه. فحاولت اني اتواصل معه ما لقيناش. اي واحد كنت اكلمه بالموضوع به واحد عندكم باع بنته يضحك علي. اين اهم شيء وبعد يعني اشهر ايام الشهر ما لي من لخفج القيت عفريس هذا. ها جالس ابحث وادور زي الرجال وين ما لقيته. في الاخير طلع ان الخبر هذا كله لا به اب باع بنته ولا رهن بنته ولا بلغي ولا لي. هذا الكلام كله كذب في كذب واشاعات وكنا عقلوا يا شعب اليمن مش اي حاجه تشوفها في اليوتيوب. رجال قرا الوثيقه وين الوثيقه؟ يعطلع في المونتاج. قروا الوثيقه. هذه الوثيقه بتقرا الوثيقه. هذه الوثيقه قلتكم الله في قاضي وامين شرعي يكتب 200 هكذا. هذه 200 هذه 200 قلتكم الله. هذا الخط خط واحد قاضي ولا امين شرعي؟ هذا خط واحد قاضي ولا امين شرعي؟ هذا خط واحد جهه صفراء. وبعدها كاتبين التاريخ 29 ذي الحجه يوم السبت، ولو ما تراجع التقويم الهجري يطلع يوم جمعه مش يوم سبت. وبعدها كلمه زوجه زوجه مشخوطه. هذا يعني العقود والعقد الزواج النكاح البيع الشراء هذا اي شخط في الورقه يعيدوا هاي ورقه ثانيه. هذا شخط وكتب يعني بيختبر 3 ثانوي. وباع بنته الحره مشي وقت، كانت حره البنت مشي وقت. باع بنتها الحره. قلتكم الله هذه وثيقه واحد يصدقها. اللي بصموا وشهدوا وين ارقام البطاقه حقهم؟ وين اسم القاضي؟ وين ختم المحكمه؟ وين ختم الامين الشرعي؟ هذه الورقه ب30 قرش من المكتبه اشتريها وابيع. مدير القناه وذا قبالي بيصور والله لا بيعه ب3000 واسرق نسيتها بات الدنيا احد. تاكدنا من الموضوع، طلع الموضوع كذب في كذب، وتاكدنا من الوثيقه وتاكدنا وورينا قاضي وورينا طلع الكلام هذا فاضي وكلام كذب. فالان نشي نوجه رساله الى الاعلاميين الذي بيوصل لهم اي مشكله ولا قصه ولا يطلع يبلبل باع بنتها ب100 اول شيء انت
ادري انك اعلامي وكلمتك مسموعه وبيبصرك بالالاف، وانا مثلك الحمد لله بفضل الله. فاحنا كلمتنا مسموعه وفي ناس بيصدقونا، احنا مستوثقه. فلو ما نكون نتكلم على شيء نتاكد اول شيء قبل ما نتكلم. يعني ابردوا لكم من الموضوع هذا كله، هي بالعقل يا شعب اليمن. اذا المتكلم مجنون فالمستمع ابن الناس. هي بالعقل. من هو الذي يبيع بنته ب100,000؟ من هو اللي يبيع بنته ب100,000؟ من هو الذي يشتري البنت؟ من هو الذي يشهد على بيع واحد بنته؟ وينهم اخوال البنت؟ وينهم عموم البنت؟ وينهم اهل حارتهم؟ بعد القضيه هذه في اصحاب رجال اصحاب رجال ما عرفت بالفعل هذا والله لا يذبحوا. لو وصلت يذبح الرجال لو يبيع بنته ب100,000 والله لا يذبحوا اصحاب الرجال. وين هم اهلها؟ وين اخوالها؟ وين عمومها؟ من هو اللي يسكت؟ من هو القاضي اللي يكتب المبايعه؟ بيبيع سياره، من هو القاضي اللي يكتب المبايعه؟ من هو الامين الشرعي الذي يكتب المبايعه؟ من هو اللي يسكت على هذا الفعل الاخبار؟ فهي بالعك مشي تناحى ولا هي نكسب مشاهدات ولا يزيدون مشتركين ولا علشان ما نجيش نشتهر من ظهر الناس. اي مجبر نسمع نندع فيديو 13 14 دقيقه على راسه وكذب. اول شيء تاكد من المصادر اللي بتجيلك. دحين قالتكم الله لو هذا الرجال يطلع ويقول ليش بتنتقدوني وتقولوني بعت هذه بنتي لا بعتها ولا انا مانيش مزوج. تخيلوا يطلع يقول مانيش مزوج، حترجع ساعه دمي ساعه كشكشي صغير. واحد لما يتكلم من ذقه لا فعلا يتكلم بالحق. اما الكلام البقبقه والضيقه ردوا لهم منها. وبعد المجبر هذا قبل سنتين، هذا الكلام اللي قبل سنه يعني ما عاد مش مجبره. رجعنا قبل سنه. خلونا في القضايا حق ذا الحين، خلونا في اللي بيحصل في اليوم بس تطلع 1000 قضيه جالسين حاملين في رجال باع بنته في ب100,000. ما تدخل شهاده الطيس يعني العقل. يعني انا حاولت اوصل للرجال ما قدرت. رجعنا نكسر الوثيقه ورينا قضاء قال لا الكلام فاضي. من واللي انها لعبه تصير في المحكمه تبيع بنتك ولا امين شرعي يكتب لك مبايعه خبره بالعقل مشتوى كرلا. افعل اشتراك، فعل الجرس يا سيد الناس، ولا تكون تصدقوا الاشاعات والقروطه.